حتى يستطيع هذا العالم أن يمارس دوره الحقيقي في الإرشاد والوعظ. هناك ملاحظة مهمة أعتقد أن جميعكم قد لاحظها، وهي كيف نستطيع أن نفصل بين العمل السياسي والعمل الديني، وعندنا في الدين السياسة هي جزء أساسي من الدين. يعني السياسة كذا، لا أؤذي مسامعكم، الكلمة التي يعني يرددها البعض، السياسة كذا، هذا ليس من الدين في شيء، لأن لا إله إلا الله في عمقها تقوم على الحرية، لأنه لا يستطيع أحد من الناس أن يقول لا إلا إذا كان حرا. الموافقة على الدين غالبا سهلة، لكن الاعتراض على الأمر بحكمة وحجة وعقل ومنطق هو الذي يكون المعني بالأمر، لأن الموافقة تكون دائما سهلة. فأول كلمة يتعلمها المسلم هي أشهد، والشهادة تقتضي الحضور، والحضور يقتضي فهم المجتمع بكل أطيافه وطوائفه ومذاهبه ومناهجه الفكرية